فيلمنا النهاردة بيبدأ قدام شاطئ جميل على جزيرة بعيدة، وهناك بنشوف السلحفة سامي وصديقه المقرب راي، وبنلاحظ إنهم قافلين الطريق علشان يعدوا السلاحف الصغيرة. ولما سامي بياخد باله إن في سلحفة مش قادر يخرج بيروح يساعده، وبيفتكر نفسه وهو صغير وبيخرجه من الحفرة علشان يبدأ رحلته. وبعد مدة بنروح لجزيرة كبيرة في وسط المحيط، وهناك بنشوف زوجة راي وهي قاعدة بتتفرج على آخر بيضة وهي بتفقس، وبتقرر تسمي السلحفة اللي بيخرج منها باسم ريكي، وبتعرفه إنها تبقى جدته، وبتسيبه وبتروح تصحي راي من النوم وبتقوله إن كل البيض فقس. وفي نفس المكان بنشوف سامي وهو بيهتم بأحفاده الصغيرين، وبيروح يساعد واحدة منهم اسمها إيلا، وبيطلب منها تروح لجدتها شيلي، وده علشان تاخدها معاها هي وباقي السلاحف وتوصلهم للمحيط. وفجأة بيجي طائر نورس وبيقرب من إيلا علشان ياكلها، ولكن وقتها سامي بيتدخل وبيدافع عنها وبيضربه وبينقذها. وكمان راي بيجي وبيساعد سامي علشان يبعدوا طائر النورس ده عنهم. وبالرغم من كده الطائر ده بيكون مصر إنه ياكل السلاحف الصغيرة. وفجأة بتيجي مجموعة من طيور النورس وبتوصل للمكان وبتحاول تاكل باقي السلاحف بأي طريقة ممكنة، وبتفضل تهاجم سامي وراي اللي بيواجهوا صعوبة شديدة في الدفاع عن السلاحف الصغيرة. وأثناء اللي بيحصل ده بيجوا مجموعة من الصيادين وبيرموا عليهم شبكة صيد وبيمسكوهم. وساعتها سامي وراي بيقلقوا جدا وبيحاولوا يهربوا السلاحف الصغيرة من الشبكة دي. ولما شيلي بتشوف اللي حصل ده بتخاف وبتبقى عاوزة تروح لهم، ولكن وقتها سامي بيمنعها وبيطلب منها ما تجيش وراهم. وكمان راي بيطلب من زوجته تهرب من المكان في أسرع وقت. وأثناء اللي بيحصل ده ريكي بيرفض يسيب جده وبيروح معاه، أما إيلا فبتمسك في الشبكة وبتتسحب معاهم هي كمان. وفي الوقت ده زوجة راي وشيلي بيحزنوا جدا وبيتمنوا إنه سامي وراي يقدروا يهربوا من الصيادين. وبعد شوية الصيادين بياخدوا سامي وراي وبيرموهم جوه حوض موجود في السفينة بتاعتهم. ووقتها سامي وراي بيحاولوا يخرجوا بأي طريقة ولكنهم للأسف ما بيقدروش. وفجأة إيلا وريكي بيقعوا من الشبكة وبينزلوا معاهم في نفس الحوض، فبيتصدم سامي هو وراي لما بيشوفوهم، لأن بكده الوضع هيبقى أسوأ بكتير وبيبقوا عايزين يخرجوهم في أسرع وقت ممكن. وفعلا سامي بيشيلهم وبيحاول يخرجهم من الحوض بمساعدة راي، ولكن بالرغم من محاولاتهم الكتير إيلا وريكي بيقعوا في المية من تاني. وأول ما سامي بيشوف طائر النورس في القفص بتجيله فكرة، وبيقول لراي إنهم لازم يساعدوا الطائر ده ويحرروه، وإنه بكده أكيد هيساعدهم وهيرجع إيلا وريكي للمحيط. ولكن للأسف الفكرة دي ما بتعجبش راي اللي بيكون شايف إن الطائر ده أكيد هياكلهم. وبالرغم من اختلافهم مع بعض سامي بيروح يعرض فكرته على الطائر، وفعلا الفكرة بتعجبه وبيوافق ينفذها، وبيتفق مع سامي اللي بيروح يشد الشبكة وبيقدر إنه يحرره. وكالمتوقع الطائر بيسيبهم وبيطير، وساعتها راي بيفضل يتريق على سامي. وبعد شوية بيتفاجئوا لما بيلاقوا إن في استاكوزا محبوس معاهم في نفس الحوض، واللي بيبدأ إنه يعرفهم على نفسه وبيقول لهم إن اسمه لولو، وبيفضل يتريق عليهم بسبب اللي هم عملوه مع الطائر. وبعد شوية الصيادين بييجوا وبيقفلوا جزء من الحوض وبيستعدوا لقفل الجزء التاني، ولكن فجأة الطائر بيرجع بعد ما راح جاب كل أصدقائه اللي بيبدأوا يهاجموا الصيادين وبيشتتوا حركتهم. وفي الوقت ده سامي وراي وإيلا وريكي بيتفرجوا عليهم وبيفضلوا يضحكوا. وبعد شوية الطائر بيجي وبيطلب من سامي إنه يديله إيلا وريكي علشان يهربهم بسرعة. واللي قبل ما ياخدهم بيجي واحد من الصيادين وبيمسك خطاف وبيهاجموا بيه، وبيكون على وشك إنه يقتله، ولكن لحسن الحظ الطائر بيقدر يهرب منه، وبيرجع يعتذر لسامي لأنه مش هيقدر يساعده وبينطلق مع أصدقائه. وبعد شوية الصيادين بيروحوا يقفلوا الحوض بالكامل، وساعتها سامي وراي ما بيبقوش عارفين هما ممكن يهربوا إزاي. وجوه الحوض بنشوف إيلا وريكي وهما بيتعرفوا على سمكة شكله غريب، واللي بيبدأ يرحب بيهم وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم إن اسمه جيمبو. وفي الوقت ده سامي وراي بييجوا وبيتعرفوا عليه هما كمان، وبيسألوه إذا كان عارف المكان اللي الصيادين هياخدوهم ليه، فبيطمنهم جيمبو وبيعرفهم إن الصيادين هياخدوهم لأكبر حوض أسماك في العالم، وبيفهمهم إن هناك البشر هيهتموا بيهم وهيأكلوهم أكل كتير جدا. وبعد مدة طويلة السفينة بتوصل لدولة الإمارات، وهناك الصيادين بيبيعوا كل الحاجات اللي اصطادوها لصاحب حوض الأسماك. وفي الوقت ده إيلا وريكي بيكونوا خايفين جدا من البشر وبيروحوا يستخبوا تحت الطحالب علشان محدش يشوفهم. وبعد شوية السفينة بتغادر الإمارات، وتحت المية بنشوف حوض الأسماك اللي بيبان إنه كبير جدا، وبنروح لمدير المكان اللي بينزل يستقبل الزوار بنفسه، وبيرحب بمجموعة من الأولاد الصغيرين اللي بيبان إنهم أمراء، وبيعرفهم إن ده هو أكبر حوض أسماك موجود في العالم كله. وبياخدهم وبينزلوا لتحت وبيفرجهم على جمال المكان، وبعدها بيفرجهم على سامي وراي وبيعرفهم إن دول آخر كائنات بحرية انضمت للحوض. ومن ناحية تانية سامي وراي ما بيكونوش مهتمين بالبشر، وبيروحوا يسألوا جيمبو
إذا كان شاف إيلا وريكي، فبيطمنهم جيمبو وبيقول لهم إن هم أكيد موجودين معاهم في نفس الحوض، ولكنهم لازم يدوروا عليهم لأن الحوض ده كبير جدا. وبمجرد ما الأسماك اللي في الحوض بيشوفوا جيمبو بينبهروا وبيسألوه هو إزاي لسه عايش، وبيكونوا كلهم مستغربين من إنه ما ماتش وكمان رجع للحوض من تاني. ولكن فجأة سامي بيقاطعهم وبيقول لهم إنه لازم يلاقي إيلا وريكي، وإنهم بعدها لازم يدوروا على أي طريقة يقدروا يهربوا بيها من هنا. وساعتها واحدة من الأسماك بتقوله إن اللي هيقدر يساعدهم على الهروب من هنا هو شخص اسمه بيج دي، وإن الشخص ده هو اللي مسيطر على الحوض بالكامل. ومن بعيد بنشوف سمكتين من الصواعق وهم مراقبين كل اللي بيحصل. وبنرجع تاني لسفينة الصيادين وبنشوف الكابتن بتاعها اللي بيقرر يفضي مية الحوض، وجوه الحوض بنشوف إيلا وريكي وهم لسه مستخبيين تحت الطحالب، واللي بيستغربوا لما بيطلعوا من مكانهم وبيلاقوا إن أجدادهم مش موجودين. ولحسن الحظ طيار المية بيسحب ريكي وإيلا وبيرميهم في المحيط، وبكده بيكونوا اتحرروا. وبنرجع تاني لأسماك الصواعق اللي بيروحوا يحكوا اللي حصل لزعيمهم بيج دي، اللي بيظهر إنه مجرد حصان بحري صغير، ولكنه بالرغم من كده بيبقى مسيطر على الحوض كله، واللي بيتعصب جدا أول ما بيعرف من أتباعه إن جيمبو رجع للحوض من تاني، وكمان بيعرف إنه جاب معاه سلحفتين كبار، وبيأمر أتباعه إنهم يجوا وراه وبيروحوا هما التلاتة لسامي وراي. ووقتها جيمبو بيبان عليه إنه مرعوب جدا من بيج دي، اللي بيكون متضايق من جيمبو لأنه المفروض كان مات، ولكنه بالرغم من كده ما بيرضاش يضربه لأنه قدر يهرب. وبعدها بيج دي بيرحب بسامي وراي في الحوض وبيطلب منهم يجوا وراه، وبيبدأ إنه يفرجهم على المكان وبيوريهم المنطقة الأثرية وكمان الشعب المرجانية الجميلة، وبيعرفهم على صديقه القرش اللي بيحاول يفتح باب الطوارئ بالاصطدام. وفي نهاية الجولة بياخدهم لكهف فيه عدد كبير من السلطعونات اللي بيحاولوا يحفروا أنفاق على أمل إنهم يهربوا، ولكن محاولاتهم بتكون بدون أي فايدة. وبعدها بيج دي بياخد سامي وراي لمكان معين فيه أسماك كتير، واللي بيرحبوا ببيج دي وبيحيوه وبيسألوه هو هيخرجهم من هنا إمتى. وفي الوقت ده بنفهم إن كل الأسماك اللي موجودين في الحوض بيحترموا بيج دي، وده لأنهم عايشين على أمل إنه هيخرجهم من الحوض في يوم من الأيام. وساعتها سامي بيتكلم مع بيج دي وبيعرفوا إن هم كمان عاوزين يهربوا من هنا، ولكنهم للأسف لازم يدوروا على أحفادهم اللي جم معاهم. فبيستغرب بيج دي وبيقول لهم إن مفيش أي سلاحف صغيرة دخلت الحوض الفترة دي، وبيعرفهم إنه جات له فكرة هيقدر يهربهم بيها وإنه هيبقى يعرفها لهم في الوقت المناسب. وبنروح بعدها لإيلا وريكي وبنشوفهم وهم بيغوصوا في الأعماق، واللي ما بيكونوش عارفين هم المفروض يعملوا إيه أو يتصرفوا إزاي. وفجأة بتيجي أخطبوط صغيرة وبتمسك إيلا، وساعتها ريكي بيتدخل وبيساعدها وبيحررها. وفجأة الأخطبوط دي بتخرج لهم وبنلاحظ إنها صغيرة زيهم، واللي بتبدأ تعرفهم على نفسها وبتقول لهم إن اسمها آنابيل. وأثناء ما هم بيتكلموا مع بعض بيتصدموا لما بيشوفوا مجموعة من الأسماك جاية ناحيتهم، ووقتها بيبان إن الأسماك دي خايفة جدا وبتهرب من حاجة معينة. وساعتها إيلا وريكي وآنابيل بيستخبوا بسرعة قبل ما الأسماك توصل لهم، وفجأة بيظهر ظل الكائن عملاق بيقرب منهم أكتر، ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيلاقوها والدة آنابيل، فبيطمنوا كلهم وبيخرجوا لها. ووقتها إيلا وريكي بيعرفوها على نفسهم وبيقولوا لها إنهم بيدوروا على أجدادهم لأن البشر أخدوهم لأكبر حوض أسماك في العالم. وساعتها والدة آنابيل بتقرر تساعدهم وتوديهم لهناك. وبنروح بعدها لبيج دي اللي بياخد سامي وراي لمكان حوض الدولفين، وبيدخل من بين الأسلاك بفضل حجمه الصغير، وبيفرح لما بيسمع المدربة وهي بتطمن الدولفين وبتقوله إنه بقى بخير وبكده هيقدر يخرج بكرة. وبعدها بيج دي بيرجع يكمل جولته مع سامي وراي، وبيروح يضايق حصان بحر تاني علشان ما نفذش خطته وحاول يهرب من أنابيب الجليد. وبمجرد ما سامي وراي بينشغلوا عنهم بيج دي بيستغل الفرصة وبيخلي أتباعه يرموا حصان البحر في المية الباردة اللي بتجمده تماما. وفي مكان تاني بنشوف لولو وهو بيعوم لوحده في الحوض، واللي بيترعب أول ما بيشوف الزوار وهم بيقطعوا الاستاكوزا المطبوخة وبياكلوها، وعلشان كده بيخاف جدا وبيجري بسرعة من المكان وهو بيصرخ. وبنروح بعدها لسامي وراي اللي بيبقوا عاوزين يهربوا بأي طريقة، وبيروحوا يسألوا جيمبو هو ازاي خرج من الحوض قبل كده. وساعتها جيمبو بيبدأ يحكي لهم عن الطريقة اللي هو هرب بيها، وهي انه استغل وجود الغواص اللي كان بينظف الحوض، وبيعرفهم انه قرب منه ومثل انه مات، وفعلا الغواص شافه في الوضع ده، وبسبب كده اخدوا مع الاسماك الميتة علشان يرميهم في الانبوب اللي هيوصلهم للمحيط. ولكنه للاسف قبل ما يعمل كده سابه وراح يرد على المكالمة اللي جاتله، وبسبب اللي حصل ده جيمبو تعب من قلة المية، ولكنه بعدها استجمع طاقته وقرر ينط في الانبوب. واللي قبل ما يعمل كده الغواص جه وقفل الباب، وفي اللحظة دي جيمبو فقد الوعي تماما. ومن ناحية تانية كل الاسماك شافوه وهو بيترمي في الانبوب وفهموا انه خلاص مات. وبيكمل جيمبو الحكاية وبيقول انه بمجرد ما وقع على شوك البحر
البحر فاق ولقى نفسه بقى حر من تاني. وأثناء ما سامي وراي وجيمبو بيتكلموا بيجي بيج دي هو وأتباعه، وبياخدوا سامي وراي وبيروحوا للمنطقة المتجمدة اللي البطاريق عايشين فيها، وهناك بيفهمهم إن الأنبوب اللي بيخرج الجليد هيوصلهم للمحيط، وبيعرفهم إن لولو هيروح معاهم وبيسيبهم وبيمشي. وفعلا سامي وراي ومعاهم لولو بيدخلوا للمنطقة المتجمدة، ووقتها البطاريق الصغيرة بتستغل الفرصة وبتمشي وراهم. أما البطاريق الكبيرة فبتبقى شايفة إن دي خطة فاشلة جديدة من خطط بيج دي. وفي الوقت ده بنشوف سامي وراي ولولو وهما ماشيين، وده لحد ما بيوصلوا لواحد من الأنابيب اللي بيخرج الجليد، وبسبب البرودة الشديدة هما التلاتة بيبقوا خلاص هيتجمدوا مكانهم. والمصيبة الأكبر إن البطاريق الصغيرة بتتعلق فيهم، وده لحد ما الحافة الجليدية بتتكسر وبتوقعهم كلهم. وللأسف راي بيقع وبيتعلق تحت الحافة الجليدية، وساعتها سامي بيروح له وبيحاول يحرره منها، ولكنها بتبقى تقيلة جدا بسبب البطاريق الصغيرة اللي واقفة عليها. وساعتها البطاريق الكبيرة بتتدخل وبتحرر راي اللي بيكون متضايق جدا، وده لأن بيج دي ضحك عليهم علشان ينفذوا مهمة انتحارية. وفي الوقت ده سامي وراي بيتفاجئوا لما بيشوفوا لولو وهو بينط في الأنبوب اللي بيخرج الجليد، وده على أمل إنه يكمل المهمة، ولكن للأسف الأنابيب بتوصله لغرفة المراقبة. وساعتها سامي وراي بيحزنوا جدا وبيفهموا إن لولو خلاص مات. وأثناء ما هما ماشيين البطاريق بتقابلهم وبتعرفهم إن بيج دي خططه كلها فاشلة. وبعد شوية سامي وراي بيرجعوا للأسماك من تاني وبيعرفوهم إن لولو مات بسبب خطة بيج دي الفاشلة. فبيتضايق بيج دي وبيقول لهم إن خططه دايما بتنجح وإنه هيثبت لهم كلامه، وبياخدهم لحوض الدولفين وبيطلب من سمكتين يدخلوا بين أسنانه علشان يهربوا من هنا. وبالرغم من إن السمكتين بيكونوا مرعوبين إلا إنهم بينفذوا اللي اتطلب منهم. وساعتها كل اللي موجودين بيكونوا شايفين إن دي فكرة خطيرة ومستحيل تنجح. ولكن فجأة في غواص بيجي وبياخد الدولفين وبيخرجه من الحوض، ولما كل اللي موجودين بيشوفوا الدولفين وهو في المحيط بيفرحوا جدا. وبمجرد ما الدولفين بيخرجهم السمكتين الصغيرين بتيجي أسماك مفترسة وبتاكلهم، فبتتصدم كل الأسماك اللي موجودة من اللي حصل ده. وبالرغم من كده بيج دي بيبقى شايف إن خطته نجحت وإنه خرجهم بره الحوض فعلا وبيسيبهم وبيمشي. وساعتها سامي بيحاول يطمن كل الأسماك اللي موجودة وبيقول لهم إنه هيدور على طريقة تخرجهم كلهم من هنا. ولكن بمجرد ما جرس الأكل بيشتغل كل الأسماك بتجري زي المجانين علشان تاكل من الأسماك المصنعة. وساعتها سامي وراي بيتفرجوا عليهم وهم مصدومين من تصرفاتهم المجنونة، وكمان البشر بيكونوا مستمتعين وهم شايفين الأسماك بيهاجموا بعض علشان الأكل. وساعتها راي بيفقد الأمل في إنهم هيقدروا يخرجوا من هنا، ولكن وقتها سامي بيطمنه وبيفضل يشجعه. وفجأة جيمبو بيجي وبيقول لهم إنه شاف أحفادهم، وفعلا في مكان قريب من الحوض بنشوف إيلا وريكي اللي بيشكروا والدة أنابيل على مساعدتها ليهم. ووقتها والدة أنابيل بتودعهم وبتاخد بنتها وبتمشي. ومن ناحية تانية سامي وراي بيروحوا ورا جيمبو اللي بيقدر إنه يوصلهم لإيلا وريكي، وبالرغم من كده ما بيقدروش يلمسوا بعض بسبب الإزاز بتاع الحوض. وساعتها سامي وراي بيكونوا فرحانين جدا لأنهم بخير، ولكنهم بعدها بيترعبوا أول ما بيشوفوا الأسماك المفترسة قريبة منهم وبيطلبوا منهم يهربوا بسرعة قبل ما توصل لهم. ولكن بسبب الإزاز إيلا وريكي ما بيبقوش سامعينهم، وكمان ما بيكونوش فاهمين هم يقصدوا إيه. وفي اللحظة دي الأسماك بتتجه ناحيتهم علشان تاكلهم، وساعتها القرش بيتدخل وبيخبط الحوض وبيخلي إيلا وريكي يشوفوا الأسماك اللي جاية عليهم. فبتترعب إيلا هي وريكي وبيعوموا بسرعة علشان يهربوا من الأسماك اللي بتجري وراهم وبتطاردهم علشان تاكلهم. وللأسف وقتها سامي وراي ما بيبقوش قادرين يساعدوهم. وقبل ما واحدة من الأسماك تاكل إيلا فجأة ريكي بيتدخل وبيمسك في ديلها وبيخلي السمكة التانية تعضه وبينطلق بسرعة علشان يهرب. وبعدها هو وإيلا بيستغلوا الفرصة وبينزلوا للأعماق، ولكن وقتها الأسماك بتروح وراهم وبتبدأ تهاجمهم. ولحسن الحظ إيلا وريكي بيقدروا يستخبوا منها وسط النباتات. وفي الوقت ده الأسماك بتفضل تدور عليهم في كل مكان، واللي بمجرد ما بتشوفهم بترجع تطاردهم من تاني. وساعتها إيلا وريكي بيدخلوا وسط الأنابيب اللي حوالين الحوض على أمل إنهم يهربوا منها. وبالرغم من محاولاتهم الكتير كل مكان بيستخبوا فيه الأسماك المفترسة بتقدر توصل لهم وبتفضل تجري وراهم وبتطاردهم لحد ما بيدخلوا جوه ممر النفايات. وبيكون الممر ده موجود فيه سلطعونات كتير جدا، ووقتها السلطعونات دي بتمسك إيلا وريكي وبتبقى عاوزة تاكلهم. ولكن لحسن الحظ المكب بيشتغل وبيخرج منه نفايات كتير، وساعتها السلطعونات بتسيبهم علشان تاكل. وفجأة الأسماك المفترسة بتدخل لهم وبتفضل تجري وراهم وبتطاردهم وسط النفايات وبتبقى عاوزة توصل لهم بأي طريقة. وعلى آخر لحظة إيلا وريكي بيخرجوا من الباب اللي بيقفل على الأسماك المفترسة، وساعتها السلطعونات بتحاصرهم من كل مكان علشان تاكلهم. وبنرجع تاني لسامي اللي بيشوف حبار صغير وهو بيغرق صديقه بالحبر، وبتجيله فكرة
مجنونة قادرة تخرجهم كلهم من هنا. وفي الوقت ده إيلا وريكي بيفضلوا عايمين وسط الأنابيب، وبعد شوية بيسمعوا صوت حد بيطلب المساعدة، فبيروحوا ناحية مصدر الصوت ده وبيتفاجئوا إنها صديقتهم أنابيل اللي بتكون مقيدة جوه فتحة صغيرة ومش عارفة تحرر نفسها، وبتوضح لهم إنها رجعت تاني علشان تساعدهم. فبتتحد إيلا مع ريكي وبيساعدوها وبيخرجوها من الفتحة، وساعتها أنابيل بتتفق معاهم إنها هتروح تجيب والدتها وتيجي. وفي الوقت ده بنشوف سامي وهو بيشرح لري خطته، واللي بتبقى عبارة عن إنهم يغطوا المكان كله بالحبر ويمثلوا إنهم ماتوا، وساعتها البشر هيضطروا يفتحوا لهم باب الطوارئ. وأول ما سامي وري بيشوفوا إيلا وريكي جايين عليهم بيفرحوا لأنهم لسه بخير، وبعدها ري بيبدأ يمثل الخطة اللي هم عاوزين ينفذوها، ولكن للأسف إيلا وريكي ما بيبقوش فاهمين هو يقصد إيه. واللي أول ما بيقربوا من الحوض جهاز سحب الفقاعات بيشتغل وبيسحب إيلا وريكي، وبالرغم من إن إيلا بتتسحب بعيد جدا إلا إنها ما بتتأذيش، وبتفضل تتسحب لحد ما بتوصل للمكان اللي الفقاعات بتدخل منه للحوض. وبنروح بعدها لريكي وبنشوفه وهو مقيد بين السياج بسبب اللي حصل، وفجأة بتيجي أنابيل وبتحاول تساعده علشان تحرره، ولما السلطعون بيشوفها وهي بتعمل كده بيجي وبيهاجمهم، وساعتها أنابيل بتغرقه بالحبر، وكمان والدتها بتتدخل وبتضربه، وبتروح تحرر ريكي وبتسأله عن مكان إيلا. وفي الوقت ده حبر أنابيل بيوصل لإيلا اللي أول ما بتشوفه بيخرج من فتحات الفقاعات بتفهم خطة جدها، وبتنطلق بسرعة وبترجع لريكي اللي بيفرح برجوعها وبيحضنها. وبعدها إيلي بتعرف ريكي واللي معاه الخطة اللي هينفذوها، وبتوضح لهم إنهم هيحتاجوا حبر كتير جدا. وجوه الحوض سامي وري بيكونوا قلقانين من اللي حصل، وكمان خايفين إن إيلا وريكي يكونوا ماتوا بسبب جهاز سحب الفقاعات. وفي الوقت ده بيج دي بيجي وبيفضل يتريق عليهم وبيقول لهم إن أكيد الخطة بتاعتهم هتفشل. وفي اللحظة دي كل اللي في الحوض بيتفاجئوا جدا، وده لما بيشوفوا إيلا وريكي جايين ومعاهم عدد كبير من الحبارات العمالقة. وبمجرد ما سامي وري بيشوفوا العدد ده بيفرحوا جدا وبيقرروا ينفذوا خطتهم علشان يهربوا كل الأسماك، وبيتفرقوا عن بعض، وبيبدأ كل واحد فيهم يطلب من الأسماك تمثل إنها ماتت. وفعلا أول ما الحبر بينتشر في الحوض الأسماك كلها بتتعاون معاهم، وبمجرد ما سامي بيبقى لوحده أتباع بيج دي بيخطفوه وبيبدأوا يهاجموه. وفي الوقت ده سامي بيتصدى لضرباتهم وبيحاول يدافع عن نفسه، وبالرغم من إنه قوي ما بيقدرش يتصدى لهم هما الاتنين. وفجأة كل واحد فيهم بيمسك سلك وبيلفه حوالين سامي وبيقيده، وللأسف سامي بيفقد كل قوته وما بيكونش قادر يتحرك نهائيا. وفي اللحظة دي بيج دي بيجي وبيفضل يتريق عليه، ولكن فجأة ري بيوصل في الوقت المناسب وبينقض على أتباع بيج دي وبيضربهم، وما بيكونش في حد منهم قادر يتصداله، وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته وبيهزمهم هما الاتنين وبيروح يحرر سامي. وفي الوقت ده كل الأسماك بتيجي وبتعرف اللي حصل، وبتتأكد إن بيج دي مش عاوز حد يخرج من الحوض علشان يفضل مسيطر عليهم. فبيتضايق القرش وبيتعصب جدا وبياكله وبيحبسه جواه. وساعتها سامي بيفهم كل اللي موجودين إن كلهم هيخرجوا من هنا، حتى بيج دي هو وأتباعه. ولكن وقتها بيج دي بيقول لهم إنه مش عاوز يخرج تاني، وده لأنه لو رجع للمحيط هيرجع حصان بحر عادي زي ما كان. وبسبب الكلام ده سامي بيطلب من القرش يسيبه هنا، وفعلا القرش بيطلق سراحه وبتستعد كل الأسماك وبتسيبه وبتمشي. وبعدها سامي وري بيروحوا علشان يكملوا تنفيذ خطتهم، وبيخلوا الحبارات يبدأوا يضخوا الحبر في الحوض، وساعتها الأسماك بتغرق نفسها بالحبر وبتروح للبشر اللي بمجرد ما بيشوفوهم بيحسوا إن في حاجة غلط، وبينتشر الحبر في الحوض كله، وكمان الأسماك بتطفو على السطح، وده اللي بيخلي المكان كله يضلم ويبقى شكله مرعب. وأول ما الزوار بيشوفوا الوضع اللي الأسماك وصلت له بيخافوا جدا وما بيكونوش عارفين إزاي هيقدروا ينقذوهم من اللي هم فيه. وفي الوقت ده جيمبو بتجيله فكرة وبينط من الحوض وبيخرج لهم، وبمجرد ما الزوار بيشوفوه بيفهموا إن الأسماك لازم تخرج من الحوض وإلا هتموت. ولكن وقتها المدير ما بيبقاش عاوز يعمل كده، وبيروح ياخد جيمبو وبيرميه في سلة القمامة. فبيتعصبوا كل الزوار اللي موجودين وبيطلبوا منه يفتح باب الطوارئ، ولما المدير بيرفض الزوار بيجروا وراه وبيطاردوه وبيجبروه إنه يضغط على الزر ويفتح باب الطوارئ غصب عنه. وساعتها كل الأسماك بتبدأ تخرج وبتفرح جدا لأنها رجعت للمحيط من تاني. أما سامي وري فبيروحوا علشان يساعدوا اللي باقي من الأسماك، وأثناء ما الغواص ماشي بيخبط في سلة القمامة وبيوقعها، وبيتفاجئ لما بيلاقي جيمبو لسه عايش وبيبقى عاوز ينقذه. وفي اللحظة دي حارس الأمن بيشوف الحبارات وبيتصل بالمدير، ولكن فجأة لولو بيظهر من تاني وبيطلع إنه لسه عايش، وبيبدأ يهاجمه وبيضربه زي ما عمل مع حارس الأمن، وده لحد ما بيقع في الحوض من تاني. وهناك بيلاقي حصان البحر المتجمد وبياخده معاه. وفي اللحظة دي المدير بيرجع لمكتبه وبيضغط على زر الإغلاق، وقبل ما الباب يقفل سامي وري بيشوفوا لولو وهو
جاي يجري عليهم، فبيحاولوا يعطلوا الباب لحد ما بيخرج هو وحصان البحر. وبنرجع تاني لإيلا وريكي اللي بيبقوا فخورين جدا باللي هم عملوه، واللي أول ما بيشوفوا جيمبو وهو بيقع في المية بيفهموا إنه بيمثل وبيحاولوا يفوقوه. وبعد شوية سامي وراي بييجوا وبيطمنوا على أحفادهم، وبيحزنوا جدا لما بيلاحظوا إن جيمبو ما بيتحركش تماما، وبيحاولوا يفوقوه بكل الطرق لحد ما راي بيجيب أشواك كتير وبيحطها عليه، فبيتألم جيمبو وبيفوق وبيطلع إنه لسه عايش وما ماتش. وبعد شوية سامي وراي بيروحوا يشكروا أنابيل ووالدتها على مساعدتهم، وكمان بيروحوا يحيوا إيلا وريكي على شجاعتهم. وبتعدي فترة طويلة من بعد اللي حصل ده، وبنشوف سامي وراي من تاني، واللي بيكونوا رجعوا لجزيرتهم علشان يبعدوا عن الخطر. وفي الوقت ده بنعرف إن طيور النورس بقت بترفض تهاجمهم لأنهم أنقذوا صديقهم. وأخيرا سامي بيحضن شيلي اللي بتطمن برجوعه ليها، وكمان راي بيحضن زوجته اللي بتكون فرحانة جدا. وبتعيش إيلا هي وريكي مع بعض حياة سعيدة بعد ما خاضوا مغامرة خطيرة قدروا فيها يتعلموا المعنى الحقيقي للصداقة، وعاشوا مع أهلهم اللي بيحبوهم في كل حب وسعادة. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبوا ومنتجوا باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.